بعد ما ادينا الصبغه والصبغه نشفت بقت اهي كلها لون واحد زي ما حضراتكم شايفين، هنبتدي ندي السيلر. في طريقتين من السيلر، اما نجيب قطعه قماش قطن ونخدم بيه، او بالفرشه. الفرشه دي في البدايات، وبعد كده بنلغي الفرشه. خليني اوريكم اهو، ادي الفرشه، وطبعا ده السيلر اهو قدام حضراتكم، وببدا ادي السيلر بالفرشه، وبشبع او بملى الفرشه وبشبع الجزء اللي انا عايز اديره. زي ما حضراتكم شايفين ده اول وش طبعا للسيلر. هدي للكرسي كله سيلر، ما بسيبش حاجه ما بديهاش في الكرسي. يعني احنا ممكن لو انا بدي وش واسيبه ينشف، وادي وش تاني، وبدي وش واسيبه ينشف، وادي وش تالت، وافضل على هذا المنوال لغايه لما الكرسي يكون شبع سيلر. طب احنا نفترض واحنا شغالين كده نشف، ممكن ادي الوش التاني مش هيجرى حاجه. ولكن طبعا برضو يفضل في موضوع الدهانات ان دايما بخلي المسطح ينشف كويس بين المرحله والتانيه. ليه؟ لان انا لو عملت اديت سيلر وش ورجعت اديت عليه الوش تاني وهو طري، بتبص تلاقوا حضراتكم بيحصل ايه، المونه او السيلر او الخامه اللي انا بدهنها بتكلكع. فلا، احنا مش هنعمل كده، هندي وش ومجرد ما ينشف هندي الوش التاني والتالت والرابع. طيب دلوقتي حد هيسالني ويقول لي هو احنا المفروض ندي كام وش سيلر؟ لا، احنا مش بنعد الوشاش، احنا بنفضل ندي سيلر لغايه لما بنحس ان المسطح اللي احنا بنديله سيلر بيكون اتشبع كويس جدا من السيلر. واهم حاجه في القصه دي هم حاجتين مهمين جدا. الحاجتين المهمين اللي هم ايه بقى؟ مين بقى شاطر ويقول لي؟ يلا كده، يا ريت حد كده يفكر ويقول لي ويكتب لي في التعليق قبل ما اقول. الحاجتين المهمين جدا ان لازم المسطح يكون ناشف كويس، دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم الصنفره تكون كويسه، لازم نصنفر كويس جدا، لان لو ما صنفرناش كويس مش هي يعني دايما احنا بيجي مثلا بنشوف حاجه بتعجبنا وحاجه ما بتعجبناش، وشغل نقول ده نضيف وشغل مش نضيف، بيكون السبب في ده الصنفره. لازم الصنفره تكون كويسه جدا في كل مرحله، لازم نزود الصنفره. كل ما تزود الصنفره كل ما الشغل يطلع كويس. النجار يصنفر والاستورجي يصنفر، ومن مرحله لمرحله لازم نصنفر. طب هو ينفع نصنفر والمسطح طري كده؟ لا، لازم ايه، ينشف كويس جدا. يعني ما ينفعش ما ينشفش. زي ما حضراتكم شايفين انا قاعد بسقي المكان او بشبع المكان كويس قوي. طب هو ينفع الفرشه في المراحل التشطيب؟ لا، ما انا ما بفضلش الفرشه في البدايه كده علشان اشبع السيلر، وبعد كده بلغي الفرشه وابدا اعمل ايه، وابدا زي ما قلت لحضراتكم ان انا شايفين انا عمال الف على الكرسي مره واثنين ما يجراش حاجه. طول ما هو ناشف انا بديله تاني وتالت ورابع. المهم اني ما اديش طري على طري. لو اديت طري على طري زي ما قلت لكم انا ايه اللي هيجرى؟ طري على طري هيكلكع منه. وكده انا اديت اول وش للكرسي، وهستنى عليه ينشف، وبعد كده اديله وش تاني وتالت ورابع وخامس، وافضل شغال عليه على هذا المنوال. ده ايه؟ ده الجزء اللي تحت. كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادم كده، خلقه يقدر يعمل كل حاجه في الدنيا، ولكن في مننا ناس بتكسل وفي ناس بتستسهل. لا، ما نستسهلش، الموضوع لطيف. وبعدين بالنسبه للسيدات علشان ايدك ما تبصش هتلبسي جلافز وخلاص كده، الموضوع هيكون سهل جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين. وكده زي ما حضراتكم شفتوا احنا ادينا للكرسي بالكامل سيلر. ده كده خد اول وش، هنستنى ينشف شويه وهنديله وش تاني، وهكون مع حضراتكم خطوه بخطوه لغايه لما نتفرج على الفينيش بتاعه عامل ازاي. طبعا انا مش هنسى اقول لكم لو عايز الكرسي تاخده من غير دهان انا هوصله لكم من غير دهان. حضراتكم طبعا شفتوه من غير دهان شكله كان عامل ازاي، وممكن تدهنوه باللون اللي احنا عايزينه بقى، ابيض اسود احمر اي لون احنا عايزينه، او لون الزين الطبيعي. ولو عايزينه تاخدوه بدهان برضو ابعتوا لي على واتساب 012 7 40 40 255.
اشكركم شكرا جزيلا والى اللقاء، تحياتي. اشرف شندي.